مساء الخير على كل متابعينا الكرام. صنبور تعدين مجاني 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 لسحب عملة اكس ار بي. اول حاجة طريقة التسجيل، بعد ما نضغط على اللينك بتجيلنا الصفحة دي كده، بنيجي على كلمة تسجيل دي نضغط عليها، بتجيب لنا الصفحة دي. أول خانة هنا بنكتب اسم المستخدم اللي احنا هنسجل بيه الدخول. تاني خانة بنكتب الجيميل بتاعنا، ويا ريت طبعا يكون جيميل حقيقي مش جيميل فيك. بعد كده الباسورد بتاع الدخول، وبنعيد الباسورد تاني ونضغط على انا لست روبوت اللي هي دي، وبعدين تسجيل. بعد التسجيل على طول اول ما بنسجل بتظهر لنا الصفحة دي. المنصة دي سهلة وبسيطة جدا، كل اللي احنا بنعمله ان احنا بندخل كل دقيقة بالظبط نضغط على يدعو الآن اللي هي دي، بنضغط عليها كل دقيقة. العداد اللي معانا ده كده بيعد تمام من أول دقيقة، تمام. طول ما هو بيعد كده احنا بنضغط عليها، أول ما يجيب صفر ويبدأ يعد تاني نرجع نضغط عليها تاني. بعد ما بنضغط عليها على طول بتجيب لنا اللي هو العدد ده، بيقول لنا ان احنا استلمنا كده العدد ده من عملة اكس ار بي، تمام. بنضغط نعم، وكل دقيقة بندخل نجمع الرقم ده او الرقم اللي بيدونا. طبعا ده كله كده ايه، ارقام مجاني. عملة اكس ار بي عملة سعرها بيترفع دلوقتي، هي دلوقتي حاليا العملة منها عاملة 60 سنت، وسعرها لسه في زيادة. احنا كده في السحب لينا سحبة واحدة بس في اليوم، تمام. نجمع العملة تمام على قد ما نقدر، وهنيجي مثلا آخر اليوم نسحب. طب هنسحب ازاي؟ بعد ما بنضغط على كلمة نعم اللي هي دي، بيرجعنا تاني للصفحة دي كده. طيب عايزين دلوقتي بقى نسحب العملة بتاعتنا اللي احنا جمعناها. وبقول يا جماعة احنا نسحب واحدة في اليوم، يعني ما نسحبش على طول، جمع منها على قد ما تقدر واسحب. هنيجي هنا كده على عمليات الإنهاء اللي هي دي كده، نضغط عليها، بيجيب لنا الصفحة دي كده عشان نسحب. بيقول لي هنا ان ده الرقم اللي انا جمعته وده الرقم اللي قابل للسحب. هنا بيقول لي مفيش حد محدد للسحب، اقدر اسحب اي رقم انا عايزه، تمام. واقدر اسحب مرة واحدة في اليوم. طبعا بجمع الرقم وبعدين تمام بسحب. طيب طريقة السحب ازاي؟ عندنا هنا خانتين اتنين. اول حاجة بنجيب عنوان العملة من بينانس، عنوان عملة اكس ار بي والرقم بتاعها. طب بنجيبهم من بينانس ازاي؟ هنيجي هنفتح محفظة بينانس، بنفتح محفظة بينانس بتاعتنا كده، بنيجي هنا على كلمة محفظة ونضغط عليها اللي هي دي كده، بتجيلنا الصفحة دي في المحفظة. بنيجي بنضغط على كلمة إيداع، نضغط على كلمة إيداع عشان نجيب العملة بتاعتنا. بتفتح لنا سجل العمل كده. بنيجي بدل ما ندور مثلا في العمل دي كده بتاعتنا، هنيجي على سجل البحث هنا ونكتب XRB. كتبنا اكس ار بي اهيت، ظهرت لنا العملة بتاعتنا اهيت اللي احنا عايزينها عشان نسحب عليها. هنضغط على العملة دي، بيفتح لنا المجموعة دي كده، بيقول لي اختار الشبكة اللي عايزها عشان نسحب عليها. هنيجي على شبكة ريبل اللي هي دي كده، دي اللي هنضغط عليها. هنا لما بنضغط على ريبل بتديني تحذير هام خلال المذكرة والعنوان، العلامة والعنوان مطلوب للإيداع، تمام. بنضغط على كلمة موافق اللي هي دي كده. هنا خلاص جت عنوان الشبكة، ده اهو عنوان الشبكة الريبل بتاعنا. بناخد العنوان اللي هو ده كده، ده بناخده كوبي ونحطه في الخانة الأولى اللي فوق، وده الرقم بنحطه في الخانة التانية اللي تحت. هناخد ده كده كوبي ونروح نحطه في العنوان بتاعنا اهوت. خدنا العنوان كوبي وحطيناه هنا اهوت، اللي هو بيبدأ بحرف الار. بناخد العنوان كوبي بنحطه هنا، وبنروح على الخانة التانية اللي فيها الرقم، بناخد الرقم نحطه هنا كده، وبعد كده بنضغط على سحب اللي هي دي، بيسحب لنا الرقم ده كده ويوصل على المحفظة. هعمل سحب دلوقتي وهنشوفه هو بيوصل على طول. بعد ما بنضغط على كلمة السحب بيجي هنا بيقول لي تم تحفيزه وفي انتظار المراجعة. السحب بتاعنا طبعا بيوصل من 5 دقايق ل10 دقايق، بالكتير خالص بيقعد نص ساعة وبيوصل على طول. دي طبعا يا جماعة منصة تعليم مجاني، استغلوها استغلوها استغلوها، لأن المنصات دي ما بتطولش، وياريت محدش يشحن فيها عشان المجاني ما بيستمرش كتير، ولو حد شحن فيها فكده المنصات بتقفل بسرعة، تمام. ده كده اهوت وصل السحب بتاعنا اهوت، وادي العملة اللي احنا سحبناها وصلت واحنا بنتكلم في الفيديو اهوت،
تمام كده. كده السحب بتاعنا طبعا وصل على طول، وكده المنصة خلاص تمام. لينك التسجيل هنلاقيه في أول تعليق، لينك جروب التليجرام في تاني تعليق. لو في أي استفسار سيبولنا في التعليقات، هنرد عليكم على طول بإذن الله. أشوفكم على خير في فيديو جديد ومنصة جديدة.